اقول في صيغه نفس السؤال اذا تسمح لي استاذ علي. حبيبي. الشعراء اللي ينسفون دم للحسين رساله. نعم. قول بيها مرات القصيده تسوى ترتيل. كاتبها وحي ما كان شاعر. الله. ومرات القصيده استغفر الله اذا تسمعها وحده من الكبائر. الله الله. ترى اللي يكتب قصيده بلي احساس تقصيده وعلي وتحسبه كافر، بس اللي بيها روح الطوف الحسين يوم الأربعين تصير جابر. الشعر حضرة إمام البي يطب كون قلبه من الحقد مغسول طاهر، وقبل لتصير شاعر انوي شتريد لو تنقل رسالة لو مظاهر، وخلي ببال بالك وحدة تختار لو رادود لو مطرب تعاشر، لو حمزة الصغير لو ام كلثوم، لو على المشرعة لو لسه فاكر، لو حمزة الصغير لو ام كلثوم، لو على المشرعة لو لسه فاكر. ترى الكلمات تحلى اذا الموضوع يطلع من قلب فنان ساحر، تجي الكلمات وحدها على البال ويلتمن مثل قعدة عشاير، وتطلع لك قصيدة تفزع وياك اذا وحدك صحت هل من مناصر، وتصير قبال صدرك خاف فد يوم متشاعر عليك يهد حوافر. لحد الان كل اللي عندي مقيول، وحسبوني اخوكم وانا حاضر. بقت عندي رسالة من المنصات استقبلكم استقبال فاخر، هلا بخدام ابنك يم الحسين، هلا هيبة قبب طول المناير، هلا قد ما مزن بيام نيسان، هلا قد الفشك فوق السواتر، هلا قد ما انسبت في كربلاء عيال، هلا قد العطش ليلة العاشر، هلا قد ما شموخ بسدة الكوت، هلا قد ما ابو الطيب يفاخر. غرد سمع الولهان تغريد، يا اعذب وتر بين الحناجر ترسم الكلمات للناس، وحنجرتك قلم يرسم مناحر، حنجرتك كنز نحسبها مرات من نشوفها الشمر جواهر. مو ورقه بيمينك رايه وتلوح مثل رايه حبيب ابن مظاهر، احسنت يا حيدر، بارك الله بكم.